ازاي ناس عادية بقت بتقبض اكتر من 40,000 جنيه في خلال 6 شهور وهم ما عندهمش خبرة، وازاي تبقى واحد منهم؟ اعمل سيف للفيديو ده لانه ممكن يغير حياتك. سوق خدمات التعهيد في مصر وصل لاكتر من 5 مليار دولار في 2025، والشركات حرفيا بتدور على ناس علشان تقبضها الرواتب دي ومش لاقية. والسوق ده مش محتاج شهادة معينة، يعني لو خلصت تجارة او اداب او حقوق او حتى طب وهندسة او لسه بتدرس تقدر تشتغل. واكتر وظائف مطلوبة هي الكول سنتر، وخصوصا كول سنتر الالماني، لان الطلب عليه عالي والمرتبات بتبدا بارقام عمرك ما حلمت بيها. لكن مش اي كورس ممكن يعلمك الماني، بس فليسن دويتش اكاديمي جابوا لك الحل، وهيعلموك الماني بطريقه مختلفه بانشطه والعاب وحاجات عمرك ما تتخيل ان انت تتعلم بيها، وفي خلال كام شهر بس هيخلوك تتقن اللغه. ده غير كمان ان عندهم كورسات متخصصه لو عايز تبقى كول سنتر، واسعارهم مناسبه جدا وشغالين اونلاين واوفلاين كمان. غير كمان انهم بيقدموا فرص وانشطه مجانيه حتى لو ما اشتركتش معاهم. فمستني ايه؟ كلمهم بسرعه واحجز معاهم علشان تستفيد من كود خصم طارق 20، واللي الفتره محدوده بس. ولايك وفولو واستنوا الجديد علشان كله مفيد.